السلام عليكم احبابي، كيف راكم؟ نتمنى تكونوا بخير يا رب بصحة جيدة. رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة اللي هي وصفة فطيرة الفواكه او لا تارت فخوي. نبداو المقادير على بركة الله. هذه لا تارت مقاديرها مضبوطة، مقادير العجينة مضبوطة. نعطيكم المقادير بالميزان وبال اللي ما عندهاش الميزان بالمغرف. عندي هنا انايا اللي عندها فواكه طازجه دير فواكه طازجه، واللي عندها انا عندي هنا مشمش خوخ مصبر. عندي هنا حبه بيض نستحقوا الصفار فقط، حبه بيض مويا. عندي هنا نستحقوا ان بانساكه تاع ملح. عندي هنا السكر 80 غرام اللي هي زوج مغارف تاع ماكله، زوج مغارف تاع ماكله اللي هي 80 غرام. عندي هنا 160 غرام زبده ماغارين عفوا، كنت خرجتها من قبل وحطيتها ماهيش ذايبه، ما هي المهم على درجه حراره المطبخ. عندي هنا 300 غرام فرينه، كنت غربلتها طبعا انايا نخدمها في البيتخا على خاطر راني مجروحه. ندير ليكو هنايا نخدمها في البيتخا ونرجع لكم احبائي. اللي ما عندهاش البيتخا تقدر تخدمها بيدها، شتاهو ما تدلكيهاش، غير طميها برك ما تدلكيش العجينه، ما تدلكلكش. العجينه تاعي راهي واجده، شوفوا على هذا الشكل طريه. شوف كي طريه تخرج طريه، كي ديري المقادير المضبوطه تخرج لك على هذا الشكل. انايا ندلها بابي سيلوفان ونوضعها في الثلاجه لمده نص ساعه بنخدموها ونخلوها ترتاح نص ساعه، ونجوزو مع بعض نوجدوا المقادير بنخدموا لك كريم باتيسير. هنا وجدت المقادير تاعي تاع كريم باتيسير. هنا نعطيكم المقادير المضبوطه، اللي عندها ميزان واللي ما عندهاش ميزان. عندي هنا نص لتر حليب، نضيفوا لهم زوج حبات بيض. هنا 51 غرام زبده قد مغرف هكا ماشي معمره زبده، ماشي بزاف، نديرها في الاخير هذيك. هنا عندي مبشور حبه برتقال، اللي بغات ما دير مبشور حبه برتقال، اللي بغات مبشور الليمون، اللي ما بغاتش ما ديرش، تكتفي بلافاني. هنا عندي 60 غرام فرينه، خليط بين الفرينه والمايزينا. انا كنت عبرتهم بالمغرف، انا درت مغرف فرينه ومغرف مايزينا، مغرف على هذا الشكل، مغرف تاع ماكله، مغرف مقبنه. هنا عندنا 100 غرام سكر، كي تعبريها نعبرها بالمغرف تاع الماكله تعطيني 5 مغارف معمرين في السكر. نضيفوا الحليب تاعنا في كاسرونه، نستحقوا فوي طبعا. هنا كنت ما قلت لكمش لافاني، نسيت لافاني. اللي تقدر ما ديتش، ما بغاتش الذوق تاع الليمون ولا تاع البرتقال، تقدر تكتفي بلافاني. نضيفوا السكر تاعنا، نضيفوا الفارينه تاعنا والمايزينا. قلت لكم اللي بغات دير فارينه وحدها دير، اللي بغات دير 60 غرام مايزينا دير، واللي بغات تخلط. انا درت هكا وهكا، مغرف فارينه ومغرف مايزينا. نزيد مبشور البرتقال تاعنا اللي نضيف حبات البيض تاعي. الزبده قلت لكم خلوها حتى نطيبوا لك كريم باتيسير، نضيفوها في الاخر. اللي عندها باتور ولا ديروا بالباتور دير، انا نكتفي بالفوي هكذا. نخلط الخليط تاعي هكذا مليح مليح بالفوي، نذوب هذاك هذيك الفرينه والسكر. هنا نضيف شويه بوشون هكذا، بوشون
تاع لافاني. اللي بغات دير السيترو ما ديرش لافاني، دير قلت لكم اي حاجه تكتفي بها. المهم نديرو حاجه بتقلع عنا الزفاره تاع البيض. انا نخلط الخليط تاعنا مليح مليح ونوضعوه على النار. وضعت الخليط على النار هنايا، هو يسخن وانا نخلط. ما نخليش هذيك الفرينه والمايزينا تهبط لنا، لا خليناها وقفلنا عليها راح تلصق لنا في القاع تاع الكسروله. نديروها هكذا، نخلطو الكريم باتيسير تاعنا بدات تقلي. هنا نجيبو الزبده تاعنا اللي هي 50 غرام، نخلطوها كي تذوب الزبده نطفو عليها ونوضعوها في وعاء احبائي، ونغطوها بالسيلوفان باه ما يدخلش فيها الهواء، ما دلناش قشره من الفوق، ونوضعها في الثلاجه ونمروا نخبزوا العجينه تاعنا اللي كانت ارتاحت لنا. بعد ما ارتاحت العجينه تاعي ندهن بلاطو نحطوه بجيه، نجيب بابي بويسون. شوفوا كي ارتاحت راح تساعدني في الخدمه. نخبزها هكذا في فوق ورق المطبخ ولا بابي بويسون ولا كل واحد كيف يقولوا. انا ندير فوقها بابي بويسون هكا بتجيني سهله، ما تتلصق لي، ما هي مش راح تلصق اصلا. المهم انا نبغي تعجبني نخدم هكا بتجيني ليس من الفوق. نرفد العجينه تاعي هكا نروليها على رولو هكذا ونرفدها نحطها في البلاطو تاعنا. شوفوا كي شابه العجينه سهله وروعه. العجينه طريه طريه تساعدنا بزاف بزاف. تبعوا هذو المقادير اللي عطيتها لكم. نقلع هذو الحواف، انا هنا شويه راهي كاش مشكل نزيد لها شويه هنا نخدمها نورمال. نلصقها مع الحواف هكذا. هنا نجيب فرشات ونثقبها هكا ما تطلع عناش العجينه. هنا نجيب بابي بويسون اللي بغات تخليها ترتاح لها نص ساعه وديرها ديريكت في الفرن، مش راح تطلع لها. انا راح نديرها ديريكت عليها، راح ندير لها بابي بويسون وندير عليها اي حاجه عندك ديري فوقها بلاطو ولا. انا عندي هنا لوبيا بيضاء مخليتها لهذا الاستعمالات، غير هكذا كي ندير لا طاغط ولا نديرها هكا من فوق ما تطلعليش العجينه هكذا، ونديرها في الفرن على درجه معتدله، ونزين لا طاغط تاعنا بالكريم باتيسير اللي كنت درتها في الثلاجه، ونرجع لكم على طبق التقديم ان شاء الله. انا زينت هكا لا طاغط تاعي. سمحوا لي احبائي انا انهمكت في العمل ونسيت بان نصور. المهم لا كريم باتيسير بعد ما بردت ضربتها بالباتور ودرتها في البوشادوي ودرتها هكذا
في فوق لا تخت، وزينتها على هذا الشكل بالفواكه. شوفوا طيبتها صفرة هكا، ما خليتهاش حمارت لي بزاف على هذا الشكل. العجينه طريه روعه. تبعوا هذو المقادير احبائي وان شاء الله راح تنجح لكم. انا هذو المقادير محتمدتهم دائما. شوفوا على هذا الشكل. زدت لها شويه كيوي. اي فواكه عندك تقدر ديريهم، فواكه طازجه ولا مصبره، ولا ديك العجينه اللي كانت فضلت لي خدمت بها هكذا فوتاغتولات صغار هكذا. نتمنى تجربوها احبائي، واللي جربتها ونجحت لها ما تنساش تكتب لي تعليق. ما تنسوناش باللايك والاشتراك، والى فرصة قادمة في الفيديوهات مقبلة ان شاء الله.